خلينا متفقين يا جماعة ان الاكلة الحلوة مش لازم خالص لحمة وفراخ. تقدري تعملي طبق يجنن، قطمة ورا قطمة لحد ما تحسي ان انتي اكلتي خروف. تعالوا بينا نعمل الوصفة التحفة دي. سهلة وبسيطة وفي دقايق بتحضريها، وكمان اقتصادية جدا. حلوة قوي. انا مرو، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة، وقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني، وادخلي جروب التطبيقات بتاعي ونزلي صور شغلك فيه. تعالوا بينا نشوف بقى الوصفة القمر دي بتتعمل ازاي. هحتاج شوية من الزيت كده 3-4 معالق محترمين، وهنزل ببطاطسيتين مغسولين ومتقشرين ومتقطعين مكعبات صغنونة بالشكل ده. هسيبها بقى تاخد وتدي بالشكل ده، بتاخد تقريبا كده 3/4 سوا، تمام، او سوا كامل يعني، بس ما بتتهريش. بحضر كمان بصلاية صغنونة مفرومة بالشكل ده، وكمان طماطمايه وفلفلاية سبايسي. وبصوا الاضافات بتاعتك انتي، حابه تضيفي حاجه كمان ضيفي على فكره. تمام. تقدري تضيفي كمان معلقه من معجون الطماطم، وتقدري ان انتي تسيبيها كده. رشه صغيره جدا من الفلفل الاسود، وزيهم من الكمون، والكمون مهم جدا في وصفتنا. وكمان الكزبره الجافه، والملح بتاعك بقى. وعلى النار بقى تاخد وتدي مع نفسها كده، وتغطيها مع ربع فنجان من المية. اول ما تحسي انها خلاص استوت، بتنزلي بعدد البيض اللي انتي محتاجاه. انا عملت 4 بيضات، تمام. هي استوت كده تماما على فكرة، والريحة بقى ما اقولكوش تجنن بجد. رشة صغيرة جدا بس من الفلفل الاسود على البيض. عايزة تسيب البيض كده عيون مفيش مشكلة، حابة ان انتي تفكيه شوية زي ما انا بعمل كده براحتك، دي بتكون اختيارية خالص. على نار هادية برضو، وهنغطيها برضو دقيقتين. تركاية كده بسيطة، ودي اختيارية طبعا، لو عندك اي نوع جبن متوفر هتضيفي عليها من على الوش. جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة شيدر، اللي انتي بتفضليه. هتحطيها وبرضو على نفس النار الهادية، وهتغطيها دقيقتين عشان بس الجبنة كده تسيح وتتوغل جوه وصفتنا. ادوني بقى كده رغيف بلدي، ويلا بقى تجنن. بصوا خطيرة، حلوة قوي يا جماعة بجد، ملهاش حل. سهلة وبسيطة وسريعة ومشبعة جدا، وكمان اقتصادية. تنفع جدا على فكرة، مش فطار وعشاء بس، تنفع كمان كوجبة غدا مع شوية سلطة. جربوها. باي باي.